شلون تنجح بنص السنة إذا مو قاري المواد أو مو مضبطهن؟ وأكو ملاحظة ذهبية بنهاية المقطع كلش هي هاي المنقذ الوحيد لكل الطلاب. نصف السنة أنت عندك تقريبا من يوم الخميس أو من يوم الجمعة لحد يوم الامتحانات 30 يوم. هاي 30 يوم شو إيش راح تسوي بيها؟ شو تسوي أول شي هسه؟ تقيم أول شي التقييم، تقيم المواد بين صعبة بين متوسطة بين سهلة. يعني كل مادة مثلا الرياضيات تجي تنطيها صعبة متوسطة سهلة حسبك انت شلون تجاهك هاي المادة، صعبة لو سهلة لو متوسطة. تقيمها يعني تكتب بورقة فارغة رياضيات يساوي صعبة، رياضيات يساوي سهلة. ورا ما قيمت المواد بورقة تجي الخطوة الثانية، توزيع الأيام. المادة الصعبة تخلي لها 5 أيام، المادة الصعبة 5 أيام، والمادة المتوسطة 4 أيام، والمادة السهلة 3 أيام كلش كافي. الرياضيات سويتها صعبة تحط لها 5 أيام، سويت الإسلامية سهلة يعني إسلامية يساوي سهلة تحط لها 3 أيام، وهكذا. الوقت راح يختلف بين العاديين وبين الانتساب. الوقت بالدوام الصباحي من 2 الظهر ل4 العصر، من 4:30 ل7، من 8 ل11 بالليل. هذا كان دوامك صباحي. إذا كان دوامك ظهري من 6 ل7:30، من 8 ل11، من ترجع العصر. ثاني يوم من 6 الصبح ل8 الصبح، ومن 8:30 ل11. هذا بالنسبة للدوام العادي. بينما إذا أنت مسوي انتساب وقتك راح يختلف، راح يكون عندك وقت مفتوح، وهذا أفضل جدول إلك بالنسبة إلي. من 6 الصبح ل8:30، من 9 ل11، من 1:30 ل4، من 5 ل7، من 8 ل11 بالليل. ماكس ل11، لا تعبر 11، والأفضل تخليه ل10 بالليل مو ل11. الملاحظة الذهبية انه انت تقدر تأجل كل مادة، يعني المادة تأجلها بنص السنة. اكو بيكم اغلبكم ما يعرفون هاي الملاحظة. تقدر تأجل المادة بنص السنة، بس مو تأجلها بيوم الامتحان تقول له استاذ انا اريد أأجل. لا، تأجلها قبل الامتحان بيوم او بالامتحان اللي قبلها. مثلا اليوم امتحان إسلامية، تقول له باكر عندك عربي، تقول له استاذ بامتحان إسلامية، استاذ تروح للمدير او الإدارة يقول له استاذ انا اريد أأجل العربي، وتأجله. والتأجيل بأغلب المدارس مو مباشرة، لازم تجيبه من المركز الصحي وصل أو بطاقة، هو المدير يقول لك روح جيبها من عندهم وش اسمه أنت تأجل الامتحان. ورا ما أجلته تمتحن بالعطلة مال نص السنة ل15 يوم. بالعطلة مال 15 سنة ال 15 يوم سحقت. بالعطلة مال 15 يوم أو من تداومون، بس على الأغلب من تداومون تمتحن هاي المادة، ويحق لك تأجل اتوقع 3 مواد لو مادتين تأجلهن. فهي هاي طريقة شلون ب30 يوم تنقذ نفسك إذا ما كلش قاري. وسوي توجيه لأصدقائكم ولايك ومتابعة، وإن شاء الله ما قصر لكم بالأيام الجاية.